ازيكم يا حبايب قلبي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عيالي طلبوا مني قرنبيط وما عنديش قرنبيط، فقلت هعمل ايه؟ قعدت افكر. فانا النهارده جبت نص بطاطسايه، سلقتها نص سلقه، وبطين اتنين، وقلت لهم هعمل لكم بديل القرنبيط. البديل بتاع القرنبيط انا ما عملتوش قبل كده، بس انا قلت هعمله اختراع. لو نفع بالله عليكم تحطوا اللايك، لو نفع حطوا له لايك. انا اول مره هعملها النهارده بديل القرنبيط، ويا رب بقى تطلع حلوه وربنا ما يكسفنيش. ولو طلعت حلوه وجميله تحطوا له لايك، لانكم انتوا امشوا معايا بالخطوات عشان تعملوا نفس اللي انا هعمله، لان اول مره اعملها. بس بصراحه انا خايفه، فعشان كده ما جبتش غير نص بطاطسايه وسلقتها اهياتي نص سلقه. وهشوف بقى يا رب تنفع الحكايه ديت، ان شاء الله تنفع. معانا هنا شبت وكزبره، ومعانا هنا فص توم على قرن شطه سبايسي احمر، ومعانا هنا يعني حوالي نص كوبايه دقيق، ومعايا هنا بيضتين اتنين اهم. تعالوا بقى نشوف ايه اللي انا هعمله بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، نمشي بالخطوات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد اول حاجه كده البيض، هنحطه على القرن الشطه اللي انا دقاه بفص توم، القرن الشطه السبايسي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنكسر اول حاجه البيضتين بتوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. كسرنا البيضتين على قرن الشطه السبايسي مع فص الثوم اللي انا دقاه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط ايه الكزبره والشبت بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط شويه شويه مش كله. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط نص الكميه بس كده الاول. اللهم صل على سيدنا محمد. هجيب شويه ميه برضه، زودها ميه شويه صغيرين. جبت مج ميه، هنزود كده. طبعا القرن الشطه والفص الثوم اللي انا دقاه ده عليه كمون وعليه كزبره وعليه ملح. لو طلع عايزه ملح تاني هنحط. فكده ايه، هنحط نص المج ده، حطينا اكتر من النص. هنحط الدقيق بتاعنا بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. انا اول مره هعملها معاكم، بس لو طلعت حلوه الفيديو دوت يجيب اعلى اللايكات، وتنفذوها بنفس الدرجه اللي انا بنفس الطريقه اللي انا بعملها بالخطوات قدامكم اهو. لو طلعت حلوه حطوا لي لايك وخلوا الفيديو ده يطلع ترند، لان اول مره هعملها معاكم. يا رب تطلع حلوه. لو طلعت بقى ان شاء الله باذنك يا رب حلوه، حط كميه الميه التانية اهي. اخر دوره بقى كده ملوش لازمه. كده معانا خلاص العجينه بتاعتنا. تعالوا بقى ايه نجيب البطاطس بتاعتنا الحلوه الجميله دي اهي. البطاطسايه نص بطاطسايه، انا هجرب على نص بطاطسايه لان انا مش ضامنه بصراحه يا ترى هتنجح معايا ولا مش هتنجح. فانا عشان كده سلقت نص بطاطسايه بس، وقلت اجربها على نص بطاطسايه. لو نفعت وطلعت حلوه ان شاء الله باذن الله ايه هكتر بقى. بس ايه بصوا، همسك البطاطسايه كده اعملها كده اهي، شايفين اهي. تعالوا بقى ننفذ على البوتاجاز بقى كده. تعالوا عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط على البوتاجاز. تعالوا معايا بقى كده على البوتاجاز كده بتاعنا، ونشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. تعالوا حبايبي. كده الطاسه حطها على البوتاجاز وفيها الزيت بتاعنا. هحط بقى الايه الاختراع اللي انا عاملاه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما تكسفنيش يا رب. اول مره اعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ربنا مش هيكسفني. ده بديل القرنبيط، بطاطس بديل القرنبيط.
ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيكسفني. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا البطاطس كده في البيت بتاعنا والخضره زي ما حضراتكم كده شفتوني وانا بعملها. ان شاء الله باذن الله هتطلع ايه كويسه. انا اول مره اعملها بس انا قلت الاختراع ده هعمله معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا مش مكتره، عامله نص بطاطسايه بس عشان قلت ايه، عشان ايه لو ما نفعتش مبقاش انها ايه خسرت يعني في حاجه وكده. فانا ان شاء الله باذنك يا رب تنفع. فانا هعملها معاكم دلوقتي بقى ونشوف الاختراع ايه بديل القرنبيط البطاطس. العيال كانوا عايزين ياكلوا قرنبيط فانا قلت لهم اعمل لكم بديل القرنبيط، فاخترعت من دماغي. فان شاء الله باذن الله تطلع اختراع كويس ويطلع حلو باذنك يا رب. خليكم معايا لو وصلتوا معايا لحد كده، لايكاتكم يا حبايب قلبي عشان الفيديو يترفع. ولو الفيديو ده البطاطس لو نجحت وبقت بديل القرنبيط، انا عايزه الفيديو دوت يطلع ترند، لاني بصراحه اول مره اعملها معاكم وعشان كده عامله نص بطاطسايه بس فقلت هجربها. والله انا مش مصدقه لغايه دلوقتي، مش مصدقه، انا في ذهول، انا مش مصدقه نفسي والله العظيم. دي بطاطس عملتها قلبتها قرنبيط، قلبت البطاطس قرنبيط وريحتها تحفه ما شاء الله. الله اكبر. انا لغايه دلوقتي مش مصدقه، انا مش مصدقه الريحه والجمال. معقوله اول مره اعملها؟ ده انا عملت نص بطاطسايه بس، يعني نص بطاطسايه اللي انا عملتها ادي النص بتاعها في الطاسه والنص التاني اهو لسه ما عملتهوش. كنت خايفه ان انا اعمل يعني اسلق بطاطس كتير واعملها ويطلع النتيجه بايظه، يعني اختراع بايظ وكده. لكن ما كنتش متوقعه ان انا هعمل بديل القرنبيط البطاطس تطلع ما شاء الله. ازاي انا لغايه دلوقتي يعني والله العظيم انتوا معايا يا رب تكونوا معايا. شايفين؟ يا نهار ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. والريحه مش قادره اوصف لكم الريحه بقى. ايه الجمال ده. انا اول مره اعملها قلت هنفذها معاكم ومش هعمل غير نص بطاطسايه بس، يعني انا ما سلقتش بطاطس كتير، هي نص بطاطسايه قلت هعملها تجربه واجربها معاكم. لو نفعت يعني هعملها على طول، يعني انا ما عملتهاش قبل كده اول مره. والنتيجه ان انا عامله نص بطاطسايه بس، يعني مش عامله بطاطس كتير. شوفوا النص اهو حطيته والنص التاني لسه احطه في الخضره بالبيض لسه. يعني انا بصراحه جاني ذهول، يعني مش مصدقه نفسي. ازاي ده انا اول مره اعملها، عشان كده ما عملتش بطاطس كتير، ده انا عامله يا دوب نص بطاطسايه بس. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. يعني بصوا انا عايزه الفيديو ده بقى يطلع ترند، انا عايزه الفيديو ده يطلع ترند يا حبايب قلبي، لاني انا اول مره اعملها وما شاء الله. يعني انا ما كنتش متصوره، ما كنتش مصدقه. تعالوا بقى كده نطلع واحده عشان نجربها كده مع بعض. والله العظيم دي بطاطس، لا تفكروا حاجه، لا تفكروا ان انا جايبه قرنبيط وبضحك عليكم، والله العظيم دي بطاطس. انا هطلع واحده قدامكم عشان اوريها لكم بعينيكم اهي. طلعت واحده اهي، تعالوا بقى كده نقسمها مع بعض كده اهي. اهي والله العظيم دي بطاطس، شايفين من جوه بطاطس. مش قادره اوصف لكم الريحه بقى. بصوا بطاطس، والله العظيم بطاطس طلعت احلى من القرنبيط، يعني انا مش قادره اوصف لكم. مش مصدقه نفسي بصراحه، انا بذهول، انا مش مصدقه نفسي. بديل القرنبيط ما شاء الله، بطاطس تحفه ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. انا مش مصدقه نفسي، انا لغايه دلوقتي بطلعها مش مصدقه، ولا الطعم بقى ولا الريحه.
والله العظيم مش قادره اوصف لكم. بصوا بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. طعم ولا الريحه حاجه جميله، مش قادره اوصف لكم، انا عماله اكل فيها والله. الله. اللي شاف بقى الفيديو لايك واشتراك، سبسكرايب فضلا ليس امرا، ونفذوا بقى انتوا قاعدين. يلا قوموا بسرعه جربوا الوصفه دي، الوصفه دي خطيره جدا. يلا يا حبايب قلبي جربوا الوصفه دي، واللي يجربها بالله عليكم يكتب لي ويقول عامله معاه ايه، ويشوفوا الطعم والحلاوه والجمال، يشوفوا الجمال والحلاوه. احلى من القرنبيط مليون الف مره. قرنبيط ايه؟ مش قادره اوصف لكم، انا عماله اكل فيها. انا بنتي قاعده ورا الكاميرا عماله تسحب مني وتاكل. تعالوا بقى نخرج نص البطاطسايه التانية عشان نحطها اهي. نص البطاطسايه اهي، حطيت النص اهو وفاضل النص اهي، لان انا ما كنتش مكتره لان كنت خايفه النتيجه تبوظ مني، وقلت عشان ايه ما تبص مني النتيجه تبوظ وكده وتطلع بايظه في الاخر خالص والحاجه تبوظ مني. فانا عملت نص بطاطسايه ايه، قلت اجرب عليها لو نفعت هكمل. انا دلوقتي هقوم اسلق بطاطس تاني وهعمل تاني، لان بعد ما شفت النتيجه بصراحه عايزه اعمل تاني. دي ما تتفتش اصلا. يلا يا حبايب قلبي عشان ما تقلش عليكم، انا مفصلتش الفيديو على فكره، انا قلت لازم اكمل معاكم، وحطيت حتى نص الطاسه ما مليتش الطاسه على الاخر. يلا بقى اللي شافني كده يقوم يجرب الوصفه الجميله ديت. الفيديو ده لو ما طلعش ترند انا هزعل قوي قوي قوي، لاني بقى اول مره اعمله وتطلع الجمال والحلاوه ديت. يعني بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. العيال كانوا عايزين قرنبيط فانا ما عنديش قرنبيط، اعمل ايه؟ عملت لهم بديل القرنبيط وطلع روعه. والله مش قادره اوصف لكم الريحه والجمال والحلاوه. انا مش عايزه اتقل عليكم اكتر من كده. انا لسه هروح اسلق بطاطس تاني واعمل بقى تاني مادام الحكايه طلعت حلوه كده. لا الوصفه دي ما تتفتش بقى، ده انا هعمل كميه كبيره، دي مش هتنفع اصلا نص بطاطسايه دي. بصوا بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. انا مش قادره اوصف لكم، انا مش اقول لكم ايه بس على الجمال والحلاوه دي. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا اللي شايفني يوم ينفذ الوصفه دي. الوصفه دي المفروض تطلع ترند بقى، بديل القرنبيط ما شاء الله. بديله يعني دي بطاطس مسلوقه، والخلطه اللي انتوا شفتوني عملتها طبعا الطريقه. يلا قوموا نفذوها بسرعه واعملوها، دي ما تستناش. ودلوقتي مش هتقل عليكم اكتر من كده، واقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. هكمل بقى انا واسلق بطاطس تاني واعمل كميه كبيره، لان دول مش هينفعوا اصلا. يلا قوموا يا حبايبي ونفذوا بقى الوصفه دي واعملوها بسرعه لاولادكم، واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات كانت الطريقه عامله ايه معاه، وكانت الوصفه دي عامله ايه معاه، لان دي ما تتسابش اصلا، طعم وريحه وجمال مش قادره اوصف لكم. يلا قوموا نفذوها بسرعه، والفيديو ده المفروض يطلع ترند بعد الجمال والحلاوه دي. اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في رعايه الله، ويستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.